ايه اكتر حاجه نفسك تعملها؟ ده اخر سؤال عشان اختم معاك. ايه اكتر في حاجه نفسك الحياة تعملها ولا في الفن في الحياه، ولا؟ في الفن، في اي حاجه؟ يعني لما سالتك السؤال ده ايه اكتر حاجه جت في بالك؟ في الفن اكيد ان انت مم. عايز ان انت دايما تاخد فيها خطوات اعلى من اللي فاتت. مم. والاعلى، مش انا ما بقولش الاعلى دي ليا، انا مم. بقول الاعلى في ان الناس تبقى مبسوطة اكتر. مم. عشان بس انا ما بعملش حاجة، انا ما بمثلش لنفسي، مم. انا بمثل حبا في حب الناس فيا. ماشي. عشان دي اهم حاجة، ده يعني انا دي بس اللي نفسي اقولها عشان يعني. انت بتحب تنزل تمشي في الشارع فتلاقي الناس بتقابلك بالظبط بشكل بالظبط، كويس انا ومبسوط الناس في وبتاع. الحمد لله في الشارع بيحصل معايا حاجات. انا ما بحبش اصور وانزل مم. الناس بتعمل ايه، مم. يعني قليل لما بعمل كده، ممكن حاجه بقى لو في ايوه. جامعه بتاع. لكن الناس الحمد لله شايلالي مم. جدا وحاسه بيا، عظيم. حاسه ان انا. وبتسمعها بقى من ستات كبيره، من الناس تقول لك انت يا ابني، انت بتفرحنا الكلام ده، احنا الكلام ده هو مش اللي يبسط. فنفسي افضل افرح الناس دي. وانت ليه ما بتخرجش بره زايد؟ بجد والله. يعني مش، بص انا زمان انا عشت طول عمري بره زايد، مم. طول فين؟ عمري بره زايد، فين بقى؟ في فيصل والهرم وامبابه ما هو والجيزه يعتبر والدقي. ما هو يعتبر امتداد زايد. يعني اه. يعني انت قصدك بقى التجمع والحته اه. دي؟ لا احنا ملناش بقى في ليه الحته في دي. حروب بالنبل ما بين التجمع وزايد؟ عشان بعيده، هما بعيد قوي. بعيد قوي. اه. ليه؟ ليه نروح؟ يعني احنا عايزين ايه يعني؟ هنروح ايه اللي هيجرى هناك يعني؟ فلما حد بيكلمك هناك في لا التجمع ما فيش بقى. ماليش، ما مم. احبش. هو لو في تصوير بروح عشان تصوير، لازم مشهد معين بنروح، عشان انما ده. بقى اخرج في يعني انت هتخرجني خلاص خلصت. في الاخر بنقعد احنا برضه في نفس المكان نتكلم نقول نفس الكلام. واصلا انت بتقعد مع نفس الناس في نفس المكان في نفس الحاجه، فانت اصلا ما بالظبط. وبعدين ده انت يا راجل رحت جامعه القاهره عشان عشان ما خاطر قريبه، بالظبط. هتقول لي اروح التجمع؟ لا لا، انا ما بحبش بصراحه اخرج في المسافات البعيده دي، في خرجني اشاعه، بسرعه. في اشاعتين طالعين عليك. ده في اشاعات طبعا، ده احنا اتاذينا بسبب الاشاعات دي كتير والله. اشاعه اولانيه: علي ما بيحبش يركب طياره. اه، دي اشاعه متافوره طبعا، اه. والناس بتحب تضحك فبيقعدوا يافوروا، انت عارف. ماشي. ده مش يقول لك بقى ويبداوا يخشوا بقى، ده ما بيحبش الموز، ده بيغسل الموز، ده بيجيب البرتقال ايوه. ويبص لها من بعيد، فاهمني؟ اه. الحاجات اللي بقى ايه، اللي هم الناس بتحب تافور وتهرج في حاجات، بس الحاجات دي مؤذيه والله. طبعا. ليه بقى؟ يعني حوار الطيارات ده، ايوه. انت بتقول ايه يعني؟ انت لما بتقول لي مثلا انت ما بتركبش طياره، اه. عايز توصل لمين ايه يعني؟ اه. انت مش عايز، انت عايز انت تقطع عايز عيشي؟ عايز ايه؟ مش عايز يجي لي شغل مين اللي بره؟ ما بيركبش طياره؟ انا بركب ما طياره. بنركب ورحنا وعرضنا بره 100 مره اه. وكل حاجه ومفيش مشكله، وانت عشان حصل موقف اه. فانت خلاص هو لا، ما بعديها ركبنا كتير وبتاع. فانا يعني مش للدرجه دي خالص، امم. مش للدرجه في ايه، مش كده. طيب، دي واحده خلاص دي واحده، قتلناها، دي واحده ضربناها بالنار طبعا اهو من دلوقتي الحاجات خلاص. اللي ضايقتني ووصلت بشكل وحش. والله اه العظيم. لا، ده بجد. والله بجد، واصله بشكل وحش، يقول لك لا ده مش هيجي ما من تجيبوه. بابها كده. اه. فانت بقى يعني انا ما اعرفش مين عايز يوصل كده يعني. اذا في بودكاست فايق ورايق، علي ربيع ينفي علاقته بالطياره بشكل سيء. علي ربيع بيحب الطيارات. بالظبط علي ربيع كل يوم بيركب طياره. بالظبط علي ربيع مكان ما فيش بالظبط. مكان في الباسبور مش مختوم من كتر السفر. علي ربيع عنده طياره. بس فدي طبعا حاجه. ده رقم واحد. مش إشاعة كويس. رقم اتنين: طبعا. تاكلش حاجة بره البيت وعندك وسواس قهري من الأكل اوفر اوفر وبتقعد اوفر. تحمل يوستفندي ايه وتغسل ده؟ مين شافني باكل انا مش عارف، انا بسمع في البرامج وناس صحابنا يعني هم صحابي اللي بيقولوا، أيوه. فالناس بتصدق. والله. اه طبعا، يقول لك آه. ده بيغسل الموزه قبل ما ياكلها. أنت سمعت الموضوع ده؟ موزه ايه اللي بغسلها؟ حاجة غريبة جدا، في يعني حد بيغسل موزه، موز؟ انا غسلت فين الموزه قبل ما اكلها عشان انت تقول لي على الجمله؟ شفتني فين باكل موز اللي انا اصلا باكله مش كتير؟ انا مش غاوي وانا ماشي بموز يعني، فانت شايفني؟ لا، قلتها. شفتني فين؟ نفسي حد يقول لي شوفني فين بغسل الموز قبل ما اكل. اه. طب الشائع كلام كوميديا كوميدي، عادي. بس دي إشاعة دي مش لا مغرضة، ليه؟ ده ما انت إفيه ما عادي خرجتش منه. معانا وكلنا بره قبل كده؟ والله عادي، بتاكل وبتاكل عادي. لا، قاعد في اماكن بحبها وباكل فيها. اه. انما انا ما احبش ان انت تافور القصه عليا. امم. ده مش هاكل الموزه الا لما عادي يغسل، بتاكل ده ايس اكتر كريم. حاجه منرفزاني وقالوا ان حوار انت الموز ده. موضوع الموز ده. ايه موزه اللي بغسلها قبل ما باكلها؟ انهي موزه؟ شفتني فين؟ عمري ما اكلت موز قدام حد والله، والله العظيم عمري.
انت الموضوع مأثر فيك؟ لا ما باكلش ده انت موز ده انت ما اتضايقتش طول الحلقه بالظبط على حد بس بينتقدك. ايوه موضوع الموزه هو اللي ما ضايقك. اعرفش حد من صحابنا ده كان أسس تقريبا. لا مش أس مش ما أسس. أس عارف أسس ما يقولش لا الموزه يقولش. بتتغسل. لا مش هقول كده أس اه أس اه عارفني كويس من 20 سنة اه عارف احنا كنا بناكل ايه مم. اوفر اه في ناس بتأوفر اللي هو ايه دي شايفها ان هي هتبقى دمها خفيف يعني فيقول فانت يا باشا كده طب بس تأذيك في ايه دي بقى؟ تأذيك بقى ما الحاجة بتوصل عقبال ما بتوصل ممكن بكده توصل قد إنه كده علي ما بياكلش اصلا. بس ده ما بياكلش بره ده كان بيغسل الموز هتقول له بقى اعمل المشهد ده مثلا. والله زي ما بقول لك الحاجات دي بتوصل كده فكويس انت اتكلمت فيها لان الحاجات دي مش صح طب ايه عايز تنفي ايه تاني؟